السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هتكلم مع جمهور نادي الزمالك النهارده عن تراجع مستوى نادي الزمالك في الدوري في الموسم الحالي، وخاصة في آخر مباراتين أمام نادي أسوان وأمام نادي الداخلية بكل وضوح وبكل مصداقية. ولكن قبل ما أتكلم سريعا كده هتكلم عن نقطة بسيطة. أولا على جمهور نادي الزمالك لازم يعمل حسابه إن في شريعة في الشرع كده في الاتحاد المصري لكرة القدم، أو في بند عندهم إن نادي الزمالك ما ينفعش ياخد 3 دوري ورا بعض. دي حاجه. النادي الاهلي اول ما وقع 3 مباريات بالتعادل في الدوري المصري، اخرهم في مباراه سموحه، فحبوا ينقذوه. دخل عليهم مباراه قويه هي مباراه بيراميدز، بالمستوى اللي هم فيه وبالمستوى النادي الاهلي فيه هيكسبوا النادي الاهلي بفضيحه. النادي الاهلي ما بيغلبش، وله حلول كثيره جدا في حته انه وقت ما يعوز يكسب قدام اي فريق. اولا يا اما الحكام يا اما بعض اللاعبين من الفريق المنافس. طبعا احنا شفنا بعض اللاعبين يا اما حارس المرمى يا اما اللاعبين اللي في الملعب. شفنا حارس المرمى احمد الشناوي والتفويت الواضح في مباراه الاهلي وبيراميدز. احمد الشناوي عمرو سوليه شايط الكوره كل اللي فيها انها متقنه ما بين الثلاث خشبات، انها لازم تروح ما بين الثلاث خشبات وهي هتدخل فرده، وفعلا ده اللي حصل والكوره دخلت فرده. ده بالنسبه لمباراه الاهلي وبيراميدز. لها الهدف، ومدحت شلبي طبعا يلحن في الهدف ويقول لك ده كوره بسرعه الصاروخ وكوره عاديه جدا فايته من بين ايدين احمد الشناوي، ولا فيها السرعه ولا فيها القوه ولا فيها اي شيء، كل اللي فيها بين الثلاث خشبات، وكانت لازم احمد الشناوي يفوتها. ومدحت شلبي بقى بعمايله ده كوره سرعه الصاروخ، وكان اي حارس في المرمى كان يصدها. الهدف الثاني احمد الشناوي عمرو سوليه عاملها بهده بعد ما اترمى وعمل التراي لازم عليها، شال ايديه خلاها تدخل. الهدف الثالث اترمى على الكوره ولحق الكوره قبل خط المرمى بنص متر، قام داخل بيها بدل ما يحدفها لقدام، لا دخل بيها. ادي احمد الشناوي، وادي اللي بعض اللاعبين بتعمله مع النادي الاهلي من الفريق المنافس. تاني حاجه النادي الاهلي ونادي انبي. اولا في ضربه جزاء واضحه صراحه لنادي انبي، وطبيعي من الطبيعي شال هجمات نادي انبي فاولات بغيره. او ضربه جزاء طبعا للنادي الاهلي، ضربه جزاء طبعا للنادي الاهلي وهميه، يعني ضربه جزاء تتلغي الانبي وضربه جزاء تحسب للنادي الاهلي، فطبيعي كان حكام النادي الاهلي لازم يلحقوه او بعض لاعبين الفريق المنافس. تعالوا نتكلم مع بعض عن تراجع اسباب نادي الزمالك في الدوري الموسم الحالي. اولا في 4 حالات لتراجع نادي الزمالك في الدوري. اولا زي ما انا ما قلت لكم في شرع او بند في الاتحاد المصري لكرة القدم ان نادي الزمالك ما ينفعش ياخد الدوري 3 مرات ورا بعض. تاني حاجه تخاذل بعض اللاعبين من نادي الزمالك داخل ارضيه الملعب، امثال والثلاثه يصلحوا للعب لنادي الزمالك ونجوم. امثال احمد فتوح، فين مراوغ، فين احمد فتوح في مباراه اسوان؟ انا اعترف ان نادي الزمالك كامل ما راحش اسوان، ولكن لا مانع ان في تخاذل بعض اللاعبين، وفي طبعا عدم احتساب ركله جزاء لنادي الزمالك. اولا في تخاذل بعض اللاعبين في ارضيه الملعب. امثال احمد فتوح وقع بتاع 9 10 مرات في الملعب في هجمات خطيره، هجمات كان يقدر يديها للعيبه فتح له وبيقع، عرضيه خطيره بيقع فيها. امثال احمد فتوح، امثال امام عاشور، فين تسديدات امام عاشور، فين قوه امام عاشور، فين انطلاقات امام عاشور زي ما عملها قبل كده قدام بيراميدز وغيره. اللاعب عبد الله نيمار، فين انطلاقات عبد الله نيمار القصيره اللي بيجري بالكوره لمسات قصيره وبيفتح وبيجبر اللاعبين انها تفتح له وبيديله وبيفتح تاني وبيعمل عرضيات خطيره. فين عبد الله نيمار؟ ما شفناش عبد الله نيمار في الفتره الاخيره بالطريقه بتاعته دي تاني حاجه. تالت حاجه النادي الزمالك في بعض اللاعبين بتلعب في نادي الزمالك لا تصلح نهائيا انها تلعب لنادي الزمالك. في 5 لاعبين يشلوا ادخن فريق. اولا محمد عبد الغني، ومحدش يقول انت بتهاجم لعيبه نادي الزمالك، يا جماعه لازم نتكلم بكل صراحه وبكل وضوح. محمد عبد الغني، حمزه المسلوسي، محمد اشرف روقه، يوسف اوباما، سامسون، دول لا يصلحوا انهم يلعبوا في نادي الزمالك. محمد عبد الغني لو مشيته وجبت مكانه محمود شبانه افضل لنادي الزمالك. اللاعب حمزه المسلوسي ده انا نفسي افهم مين اللي اتعاقد معاه، ايه مميزات حمزه المسلوسي؟ حمزه المسلوسي لو لعب باك يمين ما عندوش سرعات، ما بيعرفش يعمل عرضيه وهو بيجري، وما عندوش مهاره، ما بيعرفش يقف على الكوره، وما بيعرفش يدافع ناحيه اليمين. حمزه المسلوسي لو لعب سيرد باك مع قصير في الكرات الهوائيه وما بيعرفش يلعبها. تاني حاجه بيتاخد على الثابته بكل سهوله. تالت حاجه حمزه المسلوسي مش عنده مهاره قطع الكوره. اي فريق بيلعبنا بيلعب على حمزه المسلوسي وطبعا بيشيل الهاف اللي قدامه، وخاصه لما كان فيريرا بيلعب قدامه عمر جابر او عبد الله نيمار بيشيل اي حد يلعب قدامه. محمد اشرف روقه، محمد اشرف روقه نفسي افهم لا عنده قوه بدنيه ولا لمسه بينيه ولا تسديده قويه، ولا محمد اشرف روقه عنده حاجه من الحاجات دي، ولا عنده قوه بدنيه ولا عنده كرات ولا يعني نفسي افهم هو بيلعب ازاي في نادي الزمالك. محمد اشرف روقه وكمان بتلاقيه على حساب دونجا وعمرو السيسي او عمرو السيسي. تالت حاجه اللاعب يوسف اوباما. يوسف اوباما يا خساره ان يكون اللاعب ده رقم 10 في نادي الزمالك. هل يوسف اوباما ده اللي بيكمل السلسله بتاعت اللاعب رقم 10 في نادي الزمالك؟ هو ده اللي بيكمل السلسله بتاعت فاروق جعفر ولا حازمي امام ولا وليد صلاح عبد اللطيف ولا شيكابالا ولا ايمن حفني؟ هل يوسف اوباما ده هو اللي بيكمل السلسله دي؟ لا طبعا ما ينفعش.
احنا لازم نتكلم، ده نادينا ولازم نخاف عليه ولازم نقول مين اللي يصلح ومين اللي ما يصلحش. اللاعب سامسون، انا نفسي افهم مين اللي يتعاقد مع سامسون مع سامسون والمسلوسي كده. سامسون ده سامسون ده يشيل مجهود فريق كامل. الفريق لو ضاغط وكره من اليمين كره من الشمال، سامسون دوت يشيل اتخن فريق ضاغط على الخصم، يشيل الفريق بتاعه. احمد سيد زيزو حط على دماغه 3 كرات ما يعملهمش الا لاعب في عالمي زي امبابي كده. احمد سيد زيزو هو الوحيد اللي بيلعب في الفتره الحاليه. واللاعب مصطفى شلبي حط له كورتين على دماغه وكوره على رجله، ولا حياه لمن تنادي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تعاقد مع سامسون ده او مع سيف الدين الجزيري او مع اللاعب حمزه المسلوس. سيف الدين الجزيري بدا يتراخى، ولكن لا ننكر انه لاعب يعني عنده قدرات شويه. ديت زي ما قلنا الاتحاد المصري عنده بند ما ينفعش نادي الزمالك ياخد دوري 3 مرات. تخاذل بعض اللاعبين، وجود لاعبين لا تصلح انها تلعب في نادي الزمالك. رابع حاجه فيريرا. هو فين فيريرا خاصه في اخر مباراتين؟ فين فيريرا في الدوري الموسم ده او خاصه في اخر مباراتين؟ فيريرا يا اما يخربط في الخطه في الشوط الاول ويظبطها في الشوط الثاني بعد ما النتيجه تضيع من ايدينا، او يا اما يظبطها في الشوط الاول وبعدين يخربط في الشوط الثاني. فيريرا في حاجه غلط السنه دي، وانا والله من اشد الناس المقتنعه بفيريرا، وانا متاكد ان الزمالك هيعود وهيرجع وان شاء الله هيكون بطل الدوري. ولكن يعني ايه اللي فيريرا بيعمله؟ احنا قلنا محمد عبد الغني والمسلوسي ورؤى واوباما وسامسون لا يصلحوا يلعبوا في نادي الزمالك. فجاه بتلاقي ال5 مع بعض داخل الملعب. يا راجل ده انت لو عايز تشيل الفريق مش هتعمل كده. حمزه المسلوسي طبعا الجبهه اليمين مشلوله من عنده. عبد الغني طبعا مكسب لاي فرود يلعب قصادنا. محمد اشرف رؤى طبعا ما فيش ضاغط، ما فيش كره حلوه يطلع بيها، ما فيش اي حاجه. اوباما ما بيلعبش مباراه الداخليه. سامسون يشيل الفريق زي ما قلنا. ازاي فيريرا ايه اللي بيعمله؟ يعني انا نفسي افهم فيريرا ايه اللي بيعمله. انت في مباراه الداخليه طلعت، انا حبيت تنزل دونجا او حبيت تنزل مصطفى شلبي، والله الاثنين لعيبه على اعلى مستوى ما فيش اي مشاكل. بدل ما كنت تطلع عمرو السيسي وعبد الله نيمار كنت ممكن تطلع عمرو السيسي والمسلوسي. وتلعب بدونجا وبتلعب بامام عاشور. ما انت ما ينفعش برضه تلعب 3 هاف ديفندر قدام اي فريق في الدوري المصري. ما ينفعش تلعب 3 ديفندر، ممكن تلعب قدام بيراميدز او قدام النادي الاهلي. هتدي بعض التعليمات لامام عاشور يتقدم في الكرات الهجوميه ماشي، انما تلعب لي ب3 هاف ديفندر قدام الداخليه وقدام اسوان وكمان تخسر او تتعادل ما ينفعش. كنت تطلع عمرو السيسي وتطلع المسلوسي وتنزل برضه، او كنت تسيب عمرو السيسي يلعب جنب امام عاشور. ما انت كده كده هتنزل دونجا هنقول لك يحل محل عمرو السيسي. كنت تسيب عمرو السيسي تنزل مصطفى شلبي بس وتطلع المسلوسي، او تنزل مصطفى شلبي وتنزل فرو الثاني يلعب قدام، وهتطلع المسلوسي او كنت تنزل مصطفى شلبي وتطلع المسلوسي فقط. عمرو السيسي وامام عاشور يلعب في نص الملعب، ومصطفى شلبي هياخد طرف، وهتنزل عبد الله نيمار باك يمين. ماشي يا سيدي، كده هيكون في انطلاقات من عبد الله نيمار في نص الملعب، امام عاشور هيتقدم وسطيهم، هتنزل كمان مهاجم، هتقدر تلعب كوره. انما مش تيجي تطلع لي عمرو السيسي مع عبد الله نيمار، شليت انت الجبهه اليمين الهجوميه بخروج عبد الله نيمار. انت كده شليتها، وحطيت لي دونجا مكان عمرو السيسي نفس المهام. خلاص كنت تسيب عمرو السيسي وكنت تنشط الهجوم. مش ينفع يا مستر فيريرا اللي انت بتعمله في الفتره الاخيره دي. انا مقتنع انك مدرب عظيم ومدرب قوي جدا، الله الوكيل، انا مقتنع انك مدرب قوي جدا ومدرب فنياتك عاليه، ولكن ما يصلحش الفنيات اللي انت بتعملها في الفتره الاخيره. لا تصلح نهائيا، لا تصلح. فنياتك في الفتره الاخيره بتعدل شوط في التشكيل وشوط تاني لا. نادي الزمالك افضل تشكيل ليه انه يلعب 4-2-3-1. الاربعه اختارهم. يا ريت حمزه المسوسي ما يكونش موجود، او لو موجود العب ب2 هاف ديفندر بس. العب لاعب رقم 10 وهو تلعب بزيزو، مش ينفع هاف يمين في ظل الظروف ما فيش لاعب رقم 10، وتنزل بعبد الله نيمار وتنزل بمصطفى شلبي وتنزل بسيف الدين الجزيري. دمت الاربعه اللي يكونوا في الهجوم. فخط الديفندر يكون امام عاشور ويكون عمرو السيسي او امام عاشور ودونجا. احمد فتوح على الشمال يلعب، يا ريت عمر جابر يلعب باك يمين، مش تالف لي وتحطه في نص الملعب. عمر جابر يلعب باك يمين، تنزل بالزناري وتنزل باللاعب الصغير اسمه ايه يا ولاد بتاع اللاعب اللي كويس ده، المدافع الثاني يرجع يلعب، وتلعب في حراس المرمى محمد عواد، حسام عبد المجيد يلعب مدافع ثاني. ده التشكيل اللي انت تلعب بيه، ده التشكيل اللي تنشطه وتلعب بيه. وشيكابالا ويوسف اسامه نبيه ينزلوا في الشوط الثاني، لان ابن يوسف اسامه نبيه ما ينفعش يلعب من بدايه المباراه، لا هو ولا شيكابالا. ده اللي احنا بنتمناه، وان شاء الله يا ريت ما حدش يقول لي انت بتحارب لعيبه نادي الزمالك. انا والله العظيم ما بحارب حد، انا اكتر زملكاوي في جمهوريه مصر العربيه ربنا واحد واعلم بيها.
فانا بتمنى الفوز لنادي الزمالك، وبتمنى ان شاء الله ان مستر فيريرا يعني يحسن من فنياته في الفتره اللي جايه من لعيبه نادي مع في التشكيل وفي التغييرات، عشان هو غير موفق جدا في التغييرات. اللاعب نادي الزمالك انا اتمنى انه يمشي محمد عبد الغني ويجيب شبانه، يمشي المسلوسي ويجيب كريم العراقي لاعب المصري، او علي فوزي لاعب انبي، يمشي مع اشرف رؤى ويجيب محمد عبد العاطي اللي كان في دجله، يمشي يوسف اوباما ويجيب مكانه ناصر ماهر او رقم 10 كويس، ناصر ماهر كويس، يمشي سامسون ويجيب مكانه لاعب عبد الحق لاعب المحله. انا اتمنى ان ده يحصل، وان شاء الله. انا اسف ان انا طولت عليكم، ما حدش يقول انت بتحارب اللعيبه، انا والله زملكاوي وزملكاوي من صغري ومن طفولتي، وما افتكر زملكاوي وانا عندي كام سنه او علي نفسي زملكاوي، ولكن انا لازم اوضح ايه اللي انا شايفه. تخاذل بعض اللاعبين، هل اللعيبه اللي متخاذله ديت هل يعني واخده حالها الله اعلم يعني. المهم يعني نادي الزمالك الدوري السنه دي موجه للنادي الاهلي وغير موجه، ومش نادي الزمالك عمره ما خد دوري موجه اولا، وموجه لنادي الزمالك انه يخسر. النادي الاهلي موجه ليه بالمركز الاول، حتى لو الدوري ضاع من النادي الاهلي في اخر 5 مباريات هيقدروا يلحقوه ويخسروا نادي الزمالك زي ما شفناه في دوري 2019 2020. وده كانت حلقه النهارده، وانا اسف انا طولت عليكم، وكان لازم اقول الحاجه اللي في قلبي، وان شاء الله هقدم لكم كل جديد في اليوتيوب عن نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.